ما ترى يا حارث؟ أما حان وقت التحرك؟ حان الوقت. دعوا المتاع على الدواب وأعدوا أنفسكم لمواصلة السفر. هيا بنا. ما بك يا إدريس؟ الألم الذي أحسست به أمس يعاودني اليوم. استرح قليلا. لا لا، يجب أن نتحرك، سأكون بخير. هيا بنا، هيا بنا نتابع سيرنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إدريس، حمدا لله على سلامتك يا إدريس. وحمدا لله على سلامتك يا وائلة. كيف حال الوليد؟ بخير، تستطيع أن تراه. أنثى؟ الحمد لله. الذي لا يحمد على مكروه سواه، أليس كذلك؟ ليس مكروها، استغفر الله. الحمد لله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. شاء الله أن يبدأك بالذكور، وجئتك بمحمد. محمد؟ هتوافقني على الاسم؟ خير الأسماء ما حمد وعبد. وأنت كيف كانت الولادة؟ ومن كانت إلى جوارك من جاراتك؟ دعك من هذا الاهتمام الزائد، وهيا إلى ولدك لتراه. ألا تشتاق لرؤيته؟ أشتاق لرؤيته. هيا. ما بك يا إدريس؟ لا شيء لا شيء، إنه ألم بسيط. هيا لأرى ولدي. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيك فيه؟ تصورته أصغر من ذلك. ألا تلاحظ الشبه بينك وبينه؟ قالت جارتي شيماء إنه يحمل نفس ملامحه. هذا من سوء حظك. ما الذي يبكيه؟ لعله بحاجة إلى الرضاعة. أرضعته قبل وصولك. ما الذي يبكيه إذن؟ أصارحك الحق، هو غاضب منك. مني؟ كان يتوقع وصولك قبل مولده، ولكن أمور التجارة شغلتك عنه. ما هي أمور التجارة؟ ولكن أحداثا وقعت في بغداد عطلت قوافل السفر. مات الإمام أبو حنيفة النعمان. ضاقت بغداد بالقادمين إليها، لقد صلوا عليه 6 مرات من شدة الزحام. أبو حنيفة النعمان إمام أهل الرأي. الخليفة أبو جعفر المنصور حضر جنازته وأما المصلين عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. خسارة المسلمين هائلة في هذا الفقيه العابد. ومتى كانت وفاته؟ الثلاثاء قبل الماضي. الثلاثاء؟ نفس اليوم الذي ولدت فيه محمدا. هكذا الدنيا، يتعاقب عليها الموت والحياة. أما وجد النعمان غير هذا اليوم يموت فيه؟ استغفر الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ليتني ولدت محمدا قبل هذا اليوم أو بعده. أشعر بالانقباض لهذه المصادفة. ليس التطير من الإسلام، بل أنا على العكس من ذلك أشعر بالبشر والتفاؤل. تفاؤل؟ الإمام أبو حنيفة النعمان خسارة لا تعوض، يموت يوم يولد ولدي. الله جلت حكمته أرحم من أن يقبض هذا العالم الجليل دون أن يعوض الإسلام عنه. لا أفهم ما تقصد. من يدري، ربما كان وليدك هذا خير الخلف لخير السلف.
نختلف في هذه المسألة مع رأي الأوزاعي والليث بن سعد، ونرى أنه يجوز في الأموال القضاء بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق، استنادا إلى ما جاءنا عن ابن عباس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد. كيف يكون ذلك يا إمام؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. صدق الله العظيم. يا إمام مالك، سبحان من له الدوام، لقد مات الإمام أبو حنيفة النعمان. إمام أهل الرأي، كيف جاءك الخبر؟ القادمون من العراق يتحدثون. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. غفر الله لنا وله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن يا إمام مالك، ما حسبتك تأسف على أبي حنيفة؟ ألم يأتك ما يردده البعض من أنه أحيا البدعة وأمات السنة؟ ما أحيا بدعة ولا أمات سنة، ولكنه اجتهد، فكان له أجر المجتهد في الخطأ والصواب. لقد شهدت المجلس الذي تحاورتما فيه عندما جاء العام الماضي لأداء فريضة الحج، وما وافقته في رأي وما وافقك، وهذه المسألة التي نتحدث فيها الآن هو أيضا يخالفك في الرأي، فهو لا يرى القضاء بالشاهد مع اليمين. أخالفه ويخالفني، والله وحده يعلم المصيب منا. لا يغلبك التواضع يا إمام، فالصواب دائما فيما تقول. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لقد عرفت أبا حنيفة وحاورته، فبهرني علمه الواسع ومنطقه السلس وقدرته على التخريج والاستنباط. رحم الله أبا حنيفة. قوموا بنا إلى المسجد النبوي نؤدي عليه صلاة الغائب. إلى متى هذا الحال؟ قم يا أبا يوسف وخذ مكانك على رأس الحلقة. لا 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 أجلس مكان شيخي أبي حنيفة النعمان. عجبا، ولم لا تجلس مكانه؟ لا أرتدي ثوبا واسعا فضفاضا لا أكاد أظهر منه. وفاؤك لشيخك يفرض عليك أن تنشر علمه وتذيع فقهه. لا يموت الإمام أبو حنيفة متى بقي علمه بين الناس. أعرف ذلك، أعرف ذلك، ولكني لا أقوى على الجلوس مكانه. ومن يقوى على ذلك غيرك يا أبا يوسف؟ ها؟ أنت يا ابن الحسن، لقد كتبت مئات المسائل عن الإمام وسجلتها عندك. لا، أنا ما صحبت الإمام سوى بضع سنين، أما أنت فقد صحبته أكثر مني. قم يا أبا يوسف، قم وخذ مكانك على رأس حلقته. إخواني، إخوتي، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. كيف لي أن أحيط بفقه أبي حنيفة في شموله واتساعه؟ ما هكذا يكون وفاء التلاميذ لشيخهم. كيف تتركون علم أبي حنيفة يضيع فيموت مرتين؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أرجو الله أن يعينني على ذلك ويوفقني لما فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين يعقوب ابن إبراهيم؟ تقصد أبا يوسف؟ أجل. هذا الرجل.
وأين محمد بن الحسن الشيباني؟ ها أنا ذا. فالخليفة المنصور يطلبكما على الفور. السمع والطاعة لأمير المؤمنين. اذهب أنت الآن وسوف نأتي وراءك. ترى فيما يريدونه؟ لا أحسبه خيرا. أما كفى المنصور ما فعله مع أبي حنيفة حتى يواصل فعلته معنا. لقد أفلت أبو حنيفة من المنصور بالموت، ولم يعد أمامه غير التنكيل بأصحابه. ولكن أبا جعفر المنصور شارك في جنازة أبي حنيفة وصلى عليه. أراد بذلك أن يرضي العامة الذين يحبون أبا حنيفة ويعرفون قدره. ما فعل أبو حنيفة شيئا يستحق غضب المنصور. كل ما في الأمر أنه رفض القضاء، وما كان يستحق السجن والجلد لفعلته تلك. ليس الامتناع عن تولي القضاء غير علة لإنزال العقاب بأبي حنيفة. المنصور يتصور أن أبا حنيفة كان يناصر أبناء علي بن أبي طالب في مواجهته، وهو لا يريدون أن نكون على نفس منهجه. سبحان الله، كل الذنوب مغفورة عند المنصور إلا من يشجع الخروج عليه. نسأل الله السلامة. اسمع يا ابن الحسن، فليكن ما يكون. لقد عشنا مع أبي حنيفة جهادا وهو ينشر الفقه، وليس أحب إلينا من أن تنتهي حياتنا كما انتهت حياته. الخليفة أبو جعفر المنصور في انتظاركما، تفضلا. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلا بالجلوس. بارك الله فيك يا أمير المؤمنين. أنتما صاحبا أبي حنيفة وأقرب المقربين إليه، أليس كذلك؟ بلى يا أمير المؤمنين. ونحن نعتز بذلك ونحمد الله عليه. يعلم الله كم كنت أجل الإمام أبا حنيفة، ولهذا ألححت عليه في ولاية القضاء بينما أصر على الرفض. كان يتحرج من القضاء من فرط تقواه، وآثر السجن والجلد على أن يفعل ما لا يقتنع به. ما كنت أريد ما حدث، ولكن المقادير كثيرا ما تجري على خلاف ما نريد. يا أمير المؤمنين، ما كان أبو حنيفة يستحق ما حدث له. لكن هذا الأمر لقد حققت في الأمر وعاقبت من كان السبب في ذلك، ولكن دعونا بما كان ولننظر فيما يكون. أريد الحفاظ على فقه أبي حنيفة حتى ينتفع به المسلمون على امتداد العصور. هذا أفضل ما تفعله من خير. حفظ الله أمير المؤمنين وبارك له. أنتما معا أولى بهذا الأمر وأقدر على تحقيقه، أليس كذلك؟ بلى يا أمير المؤمنين، نحن لا نظن بجهدنا ولا نتأخر عما تكلفنا به. ولكن الجهد وحده لا ينفع يا أمير المؤمنين إذا لم تتوافر له الإمكانات. فقد تناول الإمام أبو حنيفة نحو 60,000 مسألة فقهية. عليكم التفرغ لهذا الفقه، تجمعانه وتنشرانه بين الناس، وسأكفل لكم المعاش سواء أقمتما في الكوفة أو بغداد. ربما نرحل إلى الحجاز حيث الإمام مالك لنقارن ونوازن بين فقه العقل وفقه النقل. ونرحل كذلك إلى الشام لنتعرف إلى فقه الأوزاعي، وإلى مصر حيث فقه الليث بن سعد. معاشكما مكفول حيث تذهبان،
ونفقتكما واجبة على بيت المال، فلتبدأ على الفور. هذه هي المهمة الصعبة التي لا تكفيها الشهور والأيام، وإنما تتطلب السنين والأعوام. وجدت يا ليث دينارا في الفلوذج، لعله سقط سهوا ممن كان يصنع الحلوى. سقط سهوا يا ابن عبد الحكم، ولكني وضعت دينارا في كل طبق. تضع الدنانير في الحلوى؟ ما يدفعك إلى ذلك؟ أردت أن أشجع أصحابي على أكل الطعام، من يأكل أكثر يكسب دنانير أكثر. أرني كم جمعت يا أبو وطي، فأنا أعرفك كثير الأكل. نايم. أنا لم أجمع شيئا بعد. هل لي بطبق آخر؟ أجهزوا على هذا الفلوزج حتى نلحق بالدرس في مسجد الفسطاط. هيا. لا، ليس هناك درس. حلقات القرآن والحديث تنتهي قبل صلاة الظهر. يا أخي أنا أقصد حلقة اللغة العربية والشعر. ما لنا بها؟ ألا يكفينا حلقات القرآن والحديث بعد صلاة الفجر؟ يا ابن عبد الحكم، لا يفهم القرآن والحديث إلا من فهم اللغة العربية وأسرارها. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بلسان عربي مبين، فكيف يفهمه من لا يتقن العربية؟ أخشى عليك يا ليث أن تبدد طاقتك في مجالات شتى غير الكتاب والسنة. هو مجال واحد، ودراسة العربية لازمة للتفقه في الدين. العربية لازمة للتفقه في الدين، ولكنك لا تكتفي بها، وتقبل أيضا على علوم الفلك والطب وتقرأها باللغة القبطية. الحكمة يا ابن عبد الحكم ضالة المؤمن، ولقد درست أيضا اليونانية واللاتينية كي أتعرف على أفكار اليونان والرومان. يا ليث، ألا يشغلك ذلك عن الفقه الذي تطلبه؟ لا يا بويطي، بل يعينني عليه. لقد حفظت القرآن والحديث، وأحاول من خلال الحكمة والمنطق أن أعرف مقاصدها الخفية والظاهرة. الذي أتعجب له، لك كل هذه الدراية بالمعارف والعلوم وما زلت تتردد على حلقات الدرس. يا أخي، لما كل هذا الحماس؟ اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. الذي أتعجب له أيضا، لما لا تكون لك حلقتك في مسجد الفسطاط؟ أنت أقدر على الدرس والفتوى ممن يترأسون هذه الحلقات. يا بويطي، هم شيوخ وأنا ما زلت شابا. هيا بنا نلحق بالدرس في مسجد الفسطاط. هيا يا ابن عبد الحكم. لا أحسبني أستطيع مرافقتكم. أريد أن أجهز نفسي للسفر غدا. إلى أين يا أخي؟ الحجاز لأداء العمرة. هل ستذهب إلى المدينة؟ وهل ستقابل الإمام مالك؟ لا يفوتني ذلك، فأنا أكثر المشدودين إلى علمي. أريد أن أعطيك شيئا للإمام مالك. ما هو؟ عندما كنت في المدينة أعطاني طبقا مملوءا بالتمر، وأنا أرد إليه هذا الطبق مملوءا بالدنانير. يعطيه طبقا مملوءا بالتمر فيرده إليه مملوءا بالدنانير. ولما العجب يا أخي؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. بارك الله لك يا ليث، وزادك سعة في المال والعلم. ما الأمر يا أمير المؤمنين؟ أكلما أطلب لقاءك يمنعونني عنك؟ مشاغل الخلافة تأخذني ولا تترك وقتا لغيرها. ولكنك تعودت أن تطلبني للتشاور بشأنها. أشاور ولدي المهدي وهو يحسن الرأي. لا بأس أن تشاور ولدك دون أن تسقط من حسابك ولي العهد. أصارحك يا عيسى يا ابن أخي أن هذا التضارب يسبب كثيرا من المشكلات. أي تضارب؟
ولدي الذي أحتاج مشورته في جانب وولي العهد في جانب آخر. ماذا تقصد يا أمير المؤمنين؟ لما لا تصارحني بدلا من كل هذه الألغاز؟ أريد ولاية العهد لولد المهدي على أن تكون لك من بعده، هكذا يستقيم الأمر. ولكن العباس أوصى بالخلافة لك وأوصى لي بولاية العهد من بعدك. لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لك. ستكون لك بعد غد بدلا من الغد، والغد وبعد الغد كلاهما في الغيب. ولكن الناس بايعوني وبايعوك على خلاف ذلك. أنت الخليفة وأنا ولي العهد، وأقسموا بأغلظ الأيمان على بيعتهم. لو خلعت نفسك عن ولاية العهد وقدمت ولدي أعفيت الناس من الحنث بأيمانهم. أبعد كل ما فعلت من أجلك ومن أجل الخلافة تنزعني من ولاية العهد؟ لا لا لا، حاشا لله، لن أنزعك، ولكنك أنت ستفعل ذلك طواعية وباختيارك. وما الذي يدفعني لأمر كهذا؟ يدفعك إلى ذلك حرصك على حسن الصلات بيننا. كنت تشكو من أني أبعدتك عن أمور الحكم، ستعود إليك. كأنك قصدت بهذا الإبعاد إرغامي على ما أكره. يا عيسى، سأعطيك كل ما تطلب من جاه ومال، وكل ما تقدمه مقابل ذلك هو أن تتأخر عنك الخلافة بعض الوقت عندما يتولاها المهدي، ثم تصير إليك من بعده. وماذا لو رفضت هذا العرض؟ أحسب أن فطنتك تجيبك على هذا السؤال، وما أظنك ترفض. دع لي يا أمير المؤمنين بعضا من الوقت كي أفكر في الأمر. وحتى تنتهي من التفكير سأطالب الناس بمبايعة ولد المهدي وليا للعهد لتكون له الخلافة بعدي. لماذا عدت يا أبا محمد؟ هل تأجل السفر؟ ما تأجل، ولكني لم أعد أقوى عليه. ما هذا؟ ما بك؟ ما كدت أسل مكان تجمع القافلة التي سأرحل معها، حتى عاودني ضيق الصدر وأحسست أنها قد بلغت الحكوم، فأصرت أن أعود لأموت هنا في بيتي. لا تترك الوهم يغلبك، هي علة عارضة، سرعان ما تذهب. وسرعان ما تعود. أحسبها لا تتركني حتى تبلغ مرادها. ما هذا الذي تقول؟ لا تقلقي، لا تقلقي يا وائلة، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. بإذن الله ستعيش يا إدريس حتى ترى ولدك وقد أصبح فارسا من الفرسان، يسدد الرمي بالسهم والقوس فلا يلحقه أحد. لا أريد لولدي هذه النشأة. كيف يا إدريس؟ أتمنى له شيئا آخر. يا أبا محمد، ولدك محمد هاشمي الأب والأم، والهاشميون فرسان يتصفون بالشجاعة والإقدام، ولسوف يعود يوما إلى الحجاز ليعيش بين أهله، فلما لا يكون كأهله؟ أنسيت أن الهاشميين يتصفون بالعلم؟ يكفي أنه خرج منهم أعلم البشر، نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. وكما أتمنى أن أرى ولدي عالما من العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء. فلنترك له الأمر، عندما يكبر يختار ما يشاء. نحبب إليه العلم حتى يطلبه. فتحسبني أكره أن يكون ولدي عالما؟ إذن تعاهدين لي على هذا يا وائلة؟ أنت معي وتستطيع أن تتابعه بنفسك. لا أظن الفرصة تتاح لي. هذه العلة في صدري
سوف تعجل من نهايتي. عدنا إلى الوهم. نوبة ضيق الصدر تعاودني. لو أخذت قسطا من الراحة لذهب عنك ما تشكو منه. هيا قم إلى سريرك لتستريح، إن هي إلا ساعات وتكون بأحسن حال بإذن الله تعالى. هيا قم إلى غرفتك. هيا. من؟ أنا عنتر. انتظر. سيدي الإمام يريدك يا فاطمة. حسنا، أخبره أني قادم. ابنتك فاطمة يا إمام قادمة في الحال. حسن يا عنتر. بوسعك الآن يا أبي أن تملي علي ما تريد. هل توضأت يا فاطمة؟ سوف أستكمل باب الزكاة في الموطأ. نعم والحمد لله، ولكن اسمح لي يا أبي، أهي ضرورة في مذهبك الوضوء قبل تلاوة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي ضرورة، ولكنها إكبار وتوقير لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا اقرأي علي يا فاطمة ما أمليته عليك صباح اليوم. أخبرنا عبد الله قاسم عن عمرو بن دينار عن... انتظر يا فاطمة، ارفعي هذا الحديث من الأوراق. أجاءك شك في صحته يا أبي؟ لا أشك في متن الحديث ذاته، إنما اعتراني الشك في سنده. لقد بلغني قبل قليل أن عمرو بن دينار هذا كان يتلقى أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو واقف. وأي شيء في ذلك؟ الواقف عادة ما يكون قليل الاستيعاب، بعكس الجالس المتمكن الذي يجد فرصة أكبر للتدبر والتفكير. تابعي يا ابنتي. حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: ألا يتوقف هذا الضجيج حتى نحسن التفكير؟ إخوتي الصغار يا أبي يصرخون من الجوع، أليس عندنا ما يسكت جوعهم؟ أستغفر الله والحمد لله. أخاف أن يتأذى الجيران بضجيجهم، وأخشى أن يدركوا حالهم فيبعثوا إلينا بطعام. وماذا في ذلك يا أبي؟ لا أحب أن أقبله ولا أستطيع أن أرده. قومي يا فاطمة وأدير الرحى حتى يغطي ضجيجها على صراخ الأطفال. وماذا يكون الأمر غدا وبعد غد؟ غدا أو بعد غد أبيع سقف الدار. لقد دخل الصيف وما أحسبنا نحتاجه قبل أن يجيء الشتاء مرة أخرى. سامح الله الأغنياء، الطرف يحيط بهم، والخزائن تضيق بأموالهم، والجوار تتزاحم في قصورهم، بينما علماء المسلمين لا يجدون ضرورات النفقة والمعاش. ما بك يا إدريس؟ الألم القاتل يا وائلة يعاودني مرة ثانية، وأحس بأنها ستكون المرة الأخيرة. اطمئن يا إدريس، سيزول عنك كل ما تشعر به من ألم، وستكون بخير بإذن الله. أكثر من عام وأنا أسرع المرض، وفي كل مرة كنت أتغلب عليه، ولكني أحس بأنه سيتغلب علي هذه المرة. لا تترك الوهم يغلبك يا إدريس، ستكون بخير بإذن الله. يبدو أن ولدي محمدا أحس بما أشعر به،
فبكى لما بيه. انتبهي إليه يا وائلة، انتبهي إليه ودعيني أواجه المصير الذي أراده الله لي. انتبهي إليه يا وائلة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن إدريس، إدريس، إدريس. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الله في عون زوجة إدريس. مات زوجها وولدها لم يكمل الثانية بعد. إنها إرادة الله. ماذا تفعل الآن؟ كيف ستعيش وحيدة هنا في غزة بعد فقد الزوج؟ كلنا لها يا عبد الرحمن، لن نجعلها تحس لحظة أنها وحيدة وهي بيننا. إنها في غزة بلد الجود والكرم. أعرف أننا في حي الزيتون نعيش كأسرة واحدة، ولكن تظل ظروفها قاسية وهي بلا عائل يتولى أمورها المعيشية. قد تجد عملا بسيطا يوفر لها ولوالدها محمد ما يحتاجانه من أسباب الحياة. أعرف أن جذورها يمنية، بعض أهلها يقيمون في مكة. هل تقصد أن تذهب لتقيم معهم؟ لا أظنهم يتركونها وحيدة هنا بعد فقد الزوج. على أي حال هي امرأة تتصف بالذكاء الشديد، وأظنها ستعرف كيف تتصرف وتعمل ما فيه الخير لها. هل تظل في غزة هي وطفلها بعد أن أصبحت بلا زوج يرعاها ويحمل عنها هموم هذه الحياة؟ أرسلت لها كما تعلمين لتأتي إلى هنا في مكة وتعيش معنا، فنحن أهلها وأولى الناس بها. قلبي معك يا أم محمد. كيف تستطيعين العيش وحدك أنت وطفلك الصغير؟ الصغير لا يظل صغيرا يا عائشة، والسنوات تمر بسرعة. أعرف أن والده كان يتمنى من الله أن يكون له طفل عندما يكبر يصبح واحدا من العلماء ورجال الدين. لقد جاء مولد الصغير محمد بعد وفاة أبي حنيفة النعمان بأيام قليلة. أيمضي هذا الصغير على نفس الطريق أم ينهج الفروسية؟ وكما كان يتمنى إدريس أن يرى ولده من أهل العلم، نتمنى نحن أيضا أن يكون محمد بن إدريس الشافعي عالما من العلماء. هل تتفضل مولاتي الخيرات؟ أتسخرين مني يا جارية؟ أنا فعلا مولاتك. تتحدثين إليها كما لو كانت جارية مثلك، وتنسين أنها زوجة المنصور؟ ومن قال لك إنني أرضى بالمنصور زوجا؟ من أنت ومن تكونين؟ أنت جارية مثلنا، اشتروك من النخاس تاجر الرقيق. صحيح أنا جارية، ولكني لست مثلكن. أتتساوى أصابع اليد الواحدة؟ ما كل هذا الغرور الذي أصابك؟ إنه ليس بغرور، ولكني أعرف قدر نفسي وأضعها في مكانها. أكل هذا لأنك تعرفين القراءة؟ أنا أيضا أعرفها، ولكنك لا تقرأين، وإذا قرأت لا تفهمين. أنت سيئة الخلق وتحتاجي إلى التأديب. أهكذا يكون سلوك الجوار في قصر المهدي؟ أنسيت أنه أصبح وليا للعهد؟ عندما أراه سأطلب منه أن يبيعكن ويشتري غيركن. ماذا أفعل بها؟ لا أتحمل أن أراها أو أسمعها. ألا تكفين عن الضجيج؟ أريد أن أستمتع بالقراءة. لا تقرأي، لا تقرأي. دعيها يا ميمونة، نحن بحاجة إلى علمه. من يدري، ربما تصبح يوما كابن المقفى.
ماذا يطلب مولاي ولي العهد؟ هل رتبت لرحلة الصيد غدا؟ أعددت الدواب والخيام والأقواس والسهام، وجهزت الطعام والشراب، واخترت 5 من أجمل الجواري لمرافقة مولاي ولي العهد. 5 من الجواري يا يعقوب؟ إن شئت جعلتهن 10 أو 20. كل الجواري يشتقن لمرافقة مولاي ولي العهد. لا أريد غير جارية واحدة، فالرحلة لا تطول أكثر من 1 أيام. جارية واحدة؟ لا أعرف كيف أختارها من جواريك الحسان. دع الاختيار لي، سوف أذهب إليهن بنفسي. ألا يحب مولاي أن يستمع إلى قصائد الشعراء للإشادة به؟ هل جاء منهم أحد؟ 2، مروان بن أبي حفصة والمؤمل بن أميل. مروان بن أبي حفصة، ما الذي جاء به؟ أدخله أولا. مروان بن أبي حفصة. السلام عليك يا ولي عهد أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شاعرك وعبدك مروان ابن أبي حفصة. أعرفك يا مروان، وسمعت بشعرك في معنى بن زائدة الشيباني سيد العرب كما تقولون. أعددت لمولاي ولي العهد قصيدة ما قلت مثلها قط. ألست القائل في رثاء معنى بن زائدة: وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال؟ بلى، قلت ذلك فيه، ولكن عندي ما هو أجمل من ذلك لمولاي ولي العهد. إذا كان النوال قد ذهب بعد رحيل معن كما تزعم، فلم جئت إلينا تطلب نوالنا؟ إذا لا شيء لك عندنا، اخرج. هات الشاعر الآخر. المؤمل بن أميل. السلام عليكم يا مولاي ولي العهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول فينا يا مؤمل؟ أقول هو المهدي إلا أن فيه مشابه صورة القمر المنير، فهذا في الظلام سراج ليل، وهذا في النهار ضياء نور، ولكن فضل الرحمن هذا على ذا بالمنابر والسرير، وبالملك العزيز فذا أمير، وما ذا بالأمير ولا الوزير، فيا ابن خليفة الله المصفى به تعلو مفاخرة الفخور، لئن سبق الكبير فأهل سبق له فضل الكبير على الصغير، وإن بلغ الصغير مدى كبير فقد خلق الصغير من الكبير. أحسنت يا مؤمل. يا يعقوب، أعطه 20,000 درهم. اذهب الآن، هيا. بإذنك يا مولاي. ماذا بك يا يعقوب؟ عفوا يا مولاي، 20,000 درهم؟ ألا ترى في ذلك شيئا من السرف؟ وهل يحسن السرف إلا بأهل الشرف؟ لولا الإسراف ما عرف المقل من المكثر. الأمر لك يا مولاي. نفذ ما أمرتك به، وتعال معي لنختار الجارية التي ستصاحبني في رحلة الغد. هيا. مولاي المهدي ولي عهد أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. أنت يا جرير، هل أصابك السموم والعمى؟ ما الأمر؟ مولاك المهدي يختار الجارية التي تصاحبه غدا في رحلة الصيد. انهضي. ومن قال إنني أرغب في هذه الصحبة؟ كيف تجرؤين على هذا القول يا عديمة الحياء والأدب؟ إنما أتحدث عن مشاعري، ولك أن ترغمني كيفما تشاء. سوف أضعك شهرا كاملا في غرفة منفردة
لا تذوقين فيها غير الخبز والملح. اذهبي. بل انتظري، ما اسمك يا جارية؟